كده احنا بنعلم الكلب ازاي يبقى ليه هدف وزاويه محدده واماكن ما يروحش بعيده واونلاين للحراسه والعض. بص انا عملت ازايز عشان الازايز دي تحجز، ما تخليش الكلب يروح شمال ولا يروح يمين في مكان الضيق ولا يرجع لورا السور، ويبقى قدامه بس المواجهه، ويبتدي الكلب يتعود على المواجهه. والنهارده هنعلمه اول يوم عضه، وهنحط الفوطه قدامه، وازاي بنخلي الكلب يعض ويركز على العض عشان نربط الغريزه بتاعه العض. طبعا انتوا عارفين الكلب ده من بدري شغالين عليه، سنه صغير 6 شهور 7 شهور، وهنأسسه ازاي. يلا يا عمر. طبعا هناخد منه اول حاجه الفوطه. دي اساسيات وحركات فنيه بتنمي ذكاء الكلب او فكر الكلب ان ازاي يبقى حارس كويس بدون اي مشاكل ولا ديفوهات، ولا ينقي ده ولا ينقي ده، ويعرف الغريب من القريب والحرامي من اللي مش حرامي. حاجات كده فنيه بسيطه بادوات بسيطه، بس الاول لازم اطلعها من مخ الكلب. شايفين المخ ده؟ لازم اطلع مخ الكلب بيقول لي ايه عشان اقدر ادرب عليه. مش اي حاجه، مش تدريب وخلاص. يعني من اللي هشوفه في فيديو حد اروح مطبقه على الكلب ده ممكن ما يدينيش النتيجه ويخليش الكلب الذكاء عالي جدا ولا فنياته عاليه. يلا يا عمر عضد. النهارده هنعضد اول عضه. جود بوي. دي اول عضه بالنسبه له. طبعا شايفين قد ايه الكلب منتعش وحاسس بالانتصار. شايفين شعر ظهره واقف ازاي، وحركات الجسم بتاعته. بص بيبتدي يمزع دي حركات نصر، حركات انتصار. انا كسبت. بص تخلي الكلب عنده ثقه. بص وبيبتدي يعمل عليها ديفنس ازاي، قاعد حاطط ايديه عليها ان انا خلاص هحرسها. دي اخدتها من الراجل الدخيل، هو بالنسبه له والفكر والفلسفه بتاعته ان انا اخدت حته منه. ودي بعد كده بترتبط بجسم الحرامي او اي حد هيخش عليه حراسه. فدي فنيات برضو بنعلمها للكلب. جود بوي روكي. اخدها منه قدامه برضو، هحطها واوريه هنا اهو عشان يرجع تاني المهاجم او الديكوي المدرب اللي احنا بنفهمه نقول له ايه هنستفزك وناخدها منك تاني. فبيبتدي الكلب يبقى ايه، عنده استعداد اقوى للمره الجايه انه هياخدها بكل قوه. يلا يا عمر اسرق. زي ما انتم شايفين الازاز دي ليها هدف. بصوا ازاي. شفتوا هو خبط في الازايز، الازايز طلعت صوت، راح بعد عنها. انا بهدف انك انت خلاص خرجت بره اللاين. انا برسم للكلب هدف واحد بس، خطين وخلفيه، والخلفيه ديت بتخلوش يرجع لورا، والخط اليمين والخط الشمال ما بيخلوش يروح شمال ولا يمين. يبقى هدفه المهاجم. حاجات فنيه ممكن تكون الناس مش قادره تعرفها ايه اسبابها، ولكن هي بتطلع لي كلب مستواه الفني عالي جدا في الحراسة، ومش كلب عشوائي، مش كلب خطر على المدنيين، لا هو خطر على الناس اللي داخلة بطريقة غير شرعية. الفنيات ديت مش موجودة في مصر، يعني مع احترامي لأي حد، محدش بيفكر فيها ومحدش بيبدع الحكاية دي. أزايز بتديني تدريب. ايه هو التدريب ده؟ اللي هتعرفوه لما ان شاء الله تطلبوني ادرب كلبكم. كابتن عبد الكريم لتدريب الكلاب.